رتب كل مجالات الاي كوميرس من الافضل للاسوأ من وجهة نظرك على الربح والسهولة والتوسع، وكمان الاصل او ان انت بتبني اسد برنت ان ديماند او طباعة من الطلب. هو بيزنس حلو بس ما بقاش زي زمان. كان زمان المارجنز بتاعته حلوه، ما كانش فيه منافسه عاليه. دلوقتي المارجنز قلت او هوامش الربح قلت، وكمان بقى فيه منافسه عاليه في المجال ده، بحيث ان هو سايد بيزنس اكتر. فانا هحطه في البي تير. دروب شيبينج. الدروب شيبنج انا بحب اقسمه نوعين: براند دروب شيبنج ودروب شيبنج اللي هو المنتجات الترندي الشقلب وقلب دي. بالنسبه للمنتجات الترندي انا ما بنصحش بيه خالص واحطه في السي تير. على عكس البراند دروب شيبنج محتاج خبره عاليه جدا، في فلوس قويه قويه قويه، بس ما بنصحش بيه في البدايه لاي حد، لان انت محتاج ان انت تبني ستور نيش، كمان ان انت يبقى عندك خبره كويسه في الادز، تطلع كرييتيفز كويسه. وبراند دروب شيبنج هو انت تتخصص في نيش او فئه معينه من المنتجات، وتروح تجيب منتج من الصين تحط عليه كومباتيتيف ايدج او حاجه عليها فاليو عن المنتجات الموجوده في السوق، وتتخصص في المنتج ده بس، سواء تلعبه مونو برودكت او ستور فيه منتجات مكمله لبعض يعني. فانا هحطه في البي تير لو هتلعبها براندد، لان هي محتاجه فلوس انيشال كوست عاليه، وكمان في نفس الوقت محتاجه منك خبره في حاجات كتير. امازون كي دي بي. امازون كي دي بي بزنس حلو، كان شغال جامد قوي في 2017 2018، لسه في ناس بتعمل منه فلوس، بس اللي هم كانوا ايرلي اكسس على البيزنس ده ما بقاش بالسهوله دي دلوقتي. فانا ممكن احطه في السي تير، في فلوس حلوه بس مش ده اللي تعتمد عليه كبزنس اساسي. الافيليت ماركتنج. الافيليت انا ما بحبوش. ليه؟ لان انت هو حلو قوي كبدايه ان انت تتعلم تستخدم المهارات اللي انت اتعلمتها للاي كوميرس زي الميديا باينج وان انت تبني ستور. وبعتبر ان الافيليت ماركتنج هي فتره مؤقته لاي حد عايز يجرب من غير بضاعه، او البضاعه مش بضاعته. فالعباره ان انت بتاخد المنتجات تسوقها وتاخد عموله او تاخد زي انسنتيف على كل بيعه انت بتجيبها. بس انا ما بحبوش لان هو مش حاجه تعتمد عليها الا لو انت مش حابب تصدع نفسك ان انت تشتري بضاعه وتدور على منتجات، انت تاخد منتجات الغير وتسوقها وتاخد انسنتيف. وفي منصات بتعملها موجوده هنا في مصر، بس البيزنس ده انا ما بحبوش لان هو مش سكيلابل وما عندكش بيزنس لنفسك. في اي وقت ممكن تسيب البيزنس ده، ما عندكش اسيت ولا اي حاجه. فانا ممكن احطه في البي تير. تجارة الدومينات. انا الصراحه البيزنس ده فيه فلوس كتير، بس انت ممكن تخسر جامد قوي يا تكسب جامد قوي. فاهم قصدي ايه؟ وهي محتاجه منك صبر شويه وشويه داتا اناليسز لكل حاجه انت بتشتريها. فده بيبقى فيه بعض الحظ نوعا ما، بس هو بيزنس كويس واعرف ناس بتعمل منه فلوس. بس انا ممكن احطه في السي تير. ديجيتال برودكتس. بيزنس فيه هامش ربح عالي جدا جدا جدا، ممكن تكسر ال 100% لان الانيشال كوست بتاعته شبه معدومه. ممكن اشتراك كلود واحد يعمل لك ديجيتال برودكت. بس الفكره هنا ان انت لازم لما تطلع بديجيتال برودكت لازم تكون طالع على مشكله قابلتك في بيزنس موجوده قبل كده وانت بتحلها. يعني انت المجال ده ما ينفعش تكون داخله بتدور على ايه يتعمل بالديجيتال برودكت. لازم يكون عشان تطلعه صح وتعمل مكسب حقيقي عالي، شوف المجال بتاعك فيه مشاكل ايه وحاول تطلع لها سوليوشن او برودكت تقدر تبيعه لنفس الناس اللي في المجال بتاعك، وهامش الربح بيبقى عالي، وتقريبا الانيشال كوست شبه معدومه. في الاخر انت بتعمل السوليوشن ده مره واحده وبتبيعه للكل، بس انت محتاج اودينس يكونوا موجودين عشان يشتروا منك السوليوشن ده. فالديجيتال برودكتس هحطها في الاس تير لان سهل ان انت تعمله وكمان تطلع منه مارجنز عاليه، بس لازم تكون نابعه عن مشكله حقيقيه انت بتقابلها. امازون اف في. بزنس قوي جدا جدا جدا. امازون اف في اي وبالذات في اسواق زي السوق الامريكي في هامش كويس جدا، ممكن يتراوح من 15 ل 20%، بس الاورجانيك سيلز عاليه جدا والترافيك بيبقى قوي جدا على السوق الامريكي. امازون بيخشها ملايين الزوار كل يوم في امازون امريكا، وبتبني بزنس حقيقي لو انت اشتغلتها برايفت ليبل، ان انت جبت منتجات وعملت لها تصميم، او ان انت اللي اخترت المنتج بنفسه وعملت عليه ادد فاليو وفكرت تبيعه هناك. في فلوس كويسه بس محتاجه انيشال بادجت في الاول. فمن حيث السهوله هو مش سهل، بس المنافسه بتاعته عاليه، الفلوس اللي فيه كويسه، ومحتاجه منك خبره على الاقل. فانا بحب الصراحه احطه في البي تير، بالذات لو هو للمبتدئين والناس اللي ما معهمش بادجت عاليه. انما لو ناس عندها خبره وناس معاها فلوس فاحطه في الاس تير. بس حاليا بنقول من حيث السهوله وكمان البادجت كمان، فانا احطه في البي تير دلوقتي. امازون مصر. البيع على امازون مصر هو سوق قوي جدا وسوق صاعد، وكمان عليه طلب، بس طبعا مش بحجم الطلب اللي عمل على امازون امريكا. بس متوقع في خلال 3 4 سنين اللي جايين يكون السوق زاد جدا في الاي كوميرس في مصر. بس من حيث السهوله في مصر اسهل بكتير جدا من امريكا. الانيشال كوست اقل بكتير جدا 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 من امازون اف في امريكا، بس محتاج ان انت يكون عندك منتجات كتيره جدا عشان تحقق عائد مادي كويس. وبيتراوح تقريبا نسبه العائد او المارجنز بتاعه السوق المصري ممكن تكسر ال 70 80% على المنتجات بتاعتك، لان هنا الاعلانات ارخص بكتير جدا من امريكا. تقدر تجيب منتجات من الصين فيبقى المارجنز بتاعتك اعلى بكتير، بس محتاج ان انت يكون عندك خبره على الاقل
حاجات بسيطه عشان تقدر تمانج، محتاج منك منتجات كتير تبدا تحطها وتعرضها، مش زي امازون امريكا ممكن تعتمد على منتج منتجين ثلاثه. السوق المصري محتاج تعتمد على 30 و40 منتج عشان تحقق منه عائد كويس، بس حلو جدا للمبتدئين، وبعد كده تبقى نط على امازون امريكا لما تعمل هنا فلوس كويسه في مصر. وعلشان الصراحه بقى لي 3 سنين على امازون مصر، فانا هحطها في الاس تير وانا منحاز ليها شويه يعني، عشان انا شايف ان مصر صاعده بقوه في القصه دي. لوكال براند، وبالذات لو مجال زي مجال الفاشن. اللوكال براندز بالذات في مصر بقى عليها كومبيتيشن اعلى بكتير جدا، فانت لو مش داخل تفولفيل نيد او جاب معينه في نيش معين في الفاشن، مثلا ان انت داخل مثلا داخل في حته السبورت وير، داخل تعمل حاجه معينه، فانصحك ما تخشش خالص، لان لو انت بتلعبها عايمه وبتلعبها بيزكس خالص يعني، فهيبقى الكومبيتيشن عاليه جدا عليك. وانت في الاول الناس بتقول لك ممكن تبدا ب 50 وب 60 الف. انا الصراحه شايف عشان تبدا لوكال براند مظبوط لازم تكون طالع منك انت من حاجه انت بتحبها في حته معينه، وتحط على الاقل 200-250 الف جنيه عشان توزعهم على الادز والفوتوشوتس وكمان البرودكشن والتصنيع. فمحتاجه منك الصراحه مجهود وشغل وخبره. فانا الصراحه ممكن احطها في الاي تير. لو انت مش داخل في نيش معين هحطها في البي تير، انما لو داخل عارف انت بتعمل ايه ومعاك بادجت كويسه تستخدمها في كل الكلام اللي انا قلت عليه ده، هحطها في الاي تير. مش باي امازون. ميرشي باي امازون هو بيزنس شبه البرنت اون ديماند شويه، بس بقى صعب اي حد يخش عليه دلوقتي، لان الناس اللي دخلت من 2017 و18 هم اللي لسه مكملين. بس انت لو جيت تقدم دلوقتي الصراحه مش هتعرف تخش غير بانفيتيشن، وده بيبقى صعب جدا. يا اما انت تروح تشتري اكونت تبيع عليه. بيزنس فيه فلوس حلوه، محتاجه منك صبر، محتاجه منك ديزاينز مختلفه ومايكرو نيشز تخش فيها، تعمل تصميمات على كابات، على مجات، على تيشيرتات وتحطها، وامازون هي اللي بتطبع الحاجه دي على المنتجات وتبعتها. بس الصراحه هي منتجات سيزونال شويه لازم تخش فيها. فامازون ميرش صعب جدا جدا ان انت تخش دلوقتي، فمن حيث البدايه صعب، لازم تشتري اكونت على الاقل ب 25-30 الف جنيه. فانا ممكن احطه في البي تير ضبطي، سواء ان انت برضه تختلف او تتفق معايا. فكل بيزنس من دول بيختلف على حسب الفلوس والبادجت اللي معاك، على حجم السكيلز والاكسبيرينس اللي عندك، وكمان على حجم الريسورسز والموارد اللي معاك. والحقيقه ان انت تعرف تخش تبني بيزنس فعلا في كل واحد فيهم، وان انت تعرف تعمل فلوس برضه دي حاجه اساسيه يعني. فيبدا شوف المجال المناسب على حجمك دلوقتي وخش فيه على طول، ما تستناش. ولو عايز تعرف معلومات اكتر عن الاي كوميرس او البيع على امازون مصر، ما تنساش تعمل لي فولو، لان بنزل محتوى عن التجاره الالكترونيه.